تصريح خطير لكريم بنزيما. صرح منذ قليل كريم بنزيما قائلا الكثير كان يتوقع صعود كرواتيا وبلجيكا إلى دور المجموعات، ولكن المغرب جاء بقوته وعزيمة الرجال اسود في الملاعب على أرض الملعب لا يخشون أحد. وفوجئنا المغرب بوصوله للمربع الذهبي في كأس العالم، وخاصة بعد فوزه على البرتغال. يقول كريم بنزيما أنا أخشى على أي منتخب يواجه المغرب في المربع الذهبي. وصرح كريم بنزيما قائلا إنهم رجال في الملاعب ويلعبون جماعية وبكل حيادية، وهم رجال مقاتلون مثل بنزيما. كريم بنزيما صرح قائلا زي حكيم زياشي وبونو وحكيمي وبوفال وغيرهم رجال في الملاعب. المغرب يستحقون الفوز لأنهم يلعبون بجماعية ويلعبون تحت ضغط كبير، وهم شرفوا العرب والمسلمين. وعندما سألوا أحد الصحفيين من أسبانيا قال له يا بنزيما من ترشح في المربع الذهبي، أجاب كريم بنزيما بكل صراحة قال إجابتي سوف تصدم الكثير من الفرنسيين، ولكن أنا الأصل جزائري وسوف أشجع المغرب في مربع الذهبي. إنهم عرب شرفوا العرب والمسلمين، وأنا جزائري عربي قبل كل شيء. كريم بنزيما قالها بكل صراحة سوف أشجع المغاربة وأساندهم. ولمن يا كريم بنزيما نحن؟ وقال له الصحفي لماذا يا كريم بنزيما؟ قال المغاربة شعب طيب وجميل، وهم الوحيدون الذين ساندوني في عز الأزمات. المغرب قبل أن تنتهي من المشاهدة لا تنسى ذكر الله واشترك في القناة وفعل الجرس، وإن شاء الله سائلين ربنا أن ينصر الشعب المغاربة ونشوف المغرب في النهائي، وأن ينصركم الله فلا غالب لكم يا مغاربة. سوف تلعبون في نهائي كأس العالم بإذن الله 2022 في قطر. تحياتي لكريم بنزيما نجم فرنسا، تحياتي للمغاربة أسود الأطلس رجالة شرفوا العرب وشرفوا المسلمين. وشكرا لكل المتابعين في كل مكان، وشكرا كريم بنزيما على تصريحك الجميل الذي أسعدنا كعرب. وتحياتي من مصر إلى كل مغربي وكل رجال المغرب وكل شعب المغرب الذين كانوا على قد المسؤولية، رجال مغرب مغرب مغرب، كلنا يا عرب مع المغرب، مغرب مغرب مغرب، كلنا مع منتخب مغرب إن شاء الله، وكل النصر للمغاربة بإذن الله. تصريح خطير لكريم بنزيما. صرح منذ قليل كريم بنزيما قائلا الكثير كان يتوقع صعود كرواتيا وبلجيكا إلى دور المجموعات، ولكن المغرب جاء بقوته وعزيمة الرجال اسود في الملاعب على أرض الملعب لا يخشون أحد. وفوجئنا المغرب بوصوله للمربع الذهبي في كأس العالم، وخاصة بعد فوزه على البرتغال. يقول كريم بنزيما أنا أخشى على أي منتخب